انا نفسي افهم بس انا عملت له ايه؟ ليه عمل معايا كده؟ بس يا منى، بس يا بنت ما تعيطيش. دموعك دي غالية عليا أوي، هو ما يستاهلهاش. الحمد لله يا بنتي إنها جت على قد كده. ما تخافيش، أوعدك إني مش هسيب حقك ولا حق أختك. اختي ايه؟ هي اصلا سبب كل المصايب اللي احنا فيها دلوقتي، ولسه بتدافع عنها وتقولي حق اختي؟ وانا حقي اخده من مين؟ من رامي ولا منها؟ ما هي السبب ان هو يخش حياتي. انا خلاص كرهت نفسي وكرهت ان انا من العيله دي اصلا. سامحيني يا ولد، سامحيني. اسامحك عليا؟ انت المفروض تسامحني. هو انت بصصت انت معايا ولا عليا؟ انت بتخبي ايه؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذة سالي. الله يسلمك. نورتي المكان يا أستاذة. ربنا يخليك. استاذه سالي، اهلا. الحمد لله على السلامه يا فندم. ازيك يا هبه؟ عامله وحشتينا ايه؟ جدا. الحمد لله يا حبيبتي. اخباركم ايه؟ نورتي المكان بجد. الحمد لله. شكرا. ميرسي يا محمود. شكرا. اهلا ازيك يا صفاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. المكان كان وحش من حبيبتي. وحشتينا انت كمان. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. تمام. ربنا يخليك يا طارق. ميرسي. شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا يا جماعه. شكرا بجد. انا متشكره قوي. يعني انا لو بقيت كويسه فده بفضل حبكم ليا. يا رب دايما يخليك. ربنا يخليك. اتفضلوا. شكرا. استاذه سالي. الاستاذ في مكتبه. ها؟ موجود في مكتبه. عايزاه؟ الو. سالي رجعت.
طيب هبلغك. اوكي، باي باي. انا ما عنديش مانع انك انت تكملي التحقيقات. سالي، انت عارفه ان انا دايما مع اللي بيجري ورا الحقيقه، مع اللي ما بيخافش انه يكشفها مهما كان الثمن. بس اللي حصل معاكي يشفع لك انك تتراجعي، وصدقيني انا هقدر ده. ما هو علشان اللي حصل معايا انا مش المفروض اتراجع، لان اللي حصل ده اثبت لي ان انا على حق. الموضوع مش مجرد تحقيق، الموضوع دلوقتي بقى بالنسبه لي بقى طار. سالي، انا مش عايز الموضوع بالنسبه لك يبقى انتقام. ساعتها صدقيني انت اللي هتتكوي بناره. يا استاذ صادق، انا مش هخسر اكتر من اللي خسرته. الوجع اللي حسيته ما يتوصفش. وبعدين ما حدش فينا يعني بيموت ناقص عمر. الموت واحد، كلنا بنتساوى فيه. اللي بيفرق بس هو احنا متنا عشان ايه؟ يا تكون صاحب حق يا سالب للحق. اللي انت شايفاه صح اعمليه، وانا اوعدك من عندي اني هنشر لك اي حاجه مهما كانت عواقبها، ما دمتي على حق. وانت على حق دايما. سالي، انا عايزك في الفتره اللي جايه تبقي قويه، لان اللي جاي اصعب. انا دلوقتي اقوى من اي مره، عشان القوه بتيجي من الوجع، ودي اكتر مره انا اتوجعت فيها. عن اذن حضرتك. اتفضلي. الحمد لله على سلامتك مره تانية. الله يسلمك. استاذه سالي، في واحد مستني حضرتك في المكتب. هو مين؟ وازاي تدخليه المكتب انا مش موجوده؟ ما انا كنت هقول لك بس استنيت لما انت. هو مين؟ باشمهندس والي. عرفت ازاي مكان شغلي؟ وعرفت ازاي اصلا ان انا رجعت الشغل؟ اللي ليه حاجة عند حد بيدور وراها. وبعدين أنا من حق أعرف أنت إزاي تتهميني بتهمة زي دي؟ إيه اللي خلاكي تعملي كده؟ عشان وجودك عند بيتنا كان مريب. ايه اللي كان وداك هناك؟ وعرفت منين اصلا مكان عليا؟ اكيد كان الهدف قتل بنتها مش انا، وانت الوحيد اللي ليك عداوه مع عليا. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ عداوه وقتل؟ استاذه سالي، في حاجه؟ مفيش حاجه يا مي. اصل الصوت جايب لي بره. اخرجي وقفلي الباب وراكي. بص يا والي، انا لو كنت عايزه اورطك في الموضوع كنت هعمل كده، ما كنتش هتعرف تخرج من القضيه. انا عارفه ان مالكش علاقه، بس انا كان لازم اعمل كده. وما تسالنيش ليه. أمال أسأل مين؟ المرمطة اللي أنا اتمرمطتها دي هتبقى عند مين؟ عند ناس اكبر مني ومنك، بس ده مش وقته. ووعدك هتعرف كل حاجه في الوقت المناسب. وانتي هيبقى لك معايا ميعاد. أوعدك. ايه بقى يا ست الموضوع المهم جدا اللي خضتيني عشانه وخلتيني اسيب شغلي واجيلك بسرعه؟ هو مين اهم، انا ولا شغلك؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ طبعا انت تصدق في الشغل وصاحب الشغل كمان. لا الشغل بس صاحب الشغل انا عايزك. هو كمان عايزك تفضلي في حياته وفي قلبه طول العمر. طول العمر؟ يا اخي اتقي الله. لا اله الا الله. عارفه انا بعشقك ولا لا؟ مالك يا منال، في ايه؟
رامي هو انت فعلا بتحبني؟ ايوه طبعا بحبك. وبعدين ايه السؤال ده؟ انت بتشكي في حبي ولا ايه؟ وبعدين بتساليني بحبك ولا لا؟ بعد كل ده؟ طب اكون عايز اتجوزك ليه يعني؟ انا سؤالي واضح، انت فعلا بتحبني؟ ايوه بحبك. منال، انت ايه اللي جابك؟ انا اللي جبتها عشان اخليها تسمعك وانت بتقول انك فعلا بتحبني. ايه؟ ما تقول لها انك بتحبها ولا مكسوف تقولها قدامي؟ اصله بيتكسف يعبر عن مشاعره قدام الناس. حتى انا عمره ما قال لي بحبك قدام حد، بيقولها لي بس واحنا في حضن بعض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت من الرجاله اللي بيحبوا الموظفات اللي شغالين عندهم؟ مش دي موظفه برضو عندك ولا ايه؟ استنى يا رامي، في حاجه لازم تعرفها. خد دي بقت تخص مروه. مبروك عليكي. منال، ممكن تهدي بقى عشان اشرح لك الموضوع بهدوء؟ لا انا فهمت الموضوع خلاص. انا السناره اللي هتصطاد بيها علي، بس للاسف فهمت متاخر. وانت ما تزعلش ان سنارتك طلعت فاضيه. الطعم اللي استعملته مش بيصطاد. تعملي ايه؟ تعملي ايه يا ستي؟ اهدي بقى، اهدي. عايز اطلع. انت ما تحل عن اللي خلفوني بقى. جاي على بالي كده نشرب فنجانين قهوه مع بعض، بس انت المره اللي فاتت سبتني اشربها لوحدي. ورايا شغل مش فضيلك. ما احنا هنشربها مع بعض في الشغل. قصدك ايه؟ اركب واحده. اركب. هو انا مش قلت لك انك لو هوبتي ناحيه منال او حتى فكرتي اني هنسفك من على وش الارض؟ انت اللي ابتديت يا رامي، وعليا وعلى اعدائي. بجد والله شاطره. هو انت متخيله ايه؟ انك لما تعملي كده انا هاجي وهتذللك واقول لك خلاص سامحيني، صح؟ انت ما بتحبهاش، انا اللي بحبك، وانا مستعده اعمل كل حاجه في الدنيا عشان ما اخسركش. وانا بقى مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان امشيك من حياتي وابعد عنك ومن قرفك. هو انت متخيله ايه؟ ان راجل زيي هيحب واحده زيك او حتى يتجوزها؟ وحياه امي وامك اللي خليكي تكرهي صنف الرجاله كله، وبكره تشوفي. ايه رايك بقى في شغلك الجديد؟ هو ده الشغل اللي بجد، مش اللي كنت فيه. يعني ايه مش فاهم؟ تعالى جوه انا فاهمك. ايه رايك بقى؟ استاهل اشرب القهوه مع رئيس التحرير طارق زهدي ولا ما استاهلش؟ وده مقابل ايه؟ انت دايما مستعجل كده يا اخي. اهدى واقعد على الكرسي وجرب الاول.
يمكن قعدتك عليه تخليك تبطل اسئله وتتعلم تقول حاضر وبس. مش انا اللي تغير الكراسي. عشان لسه ما جربتش. بقى بذمتك مين احسن؟ طارق زهدي رئيس التحرير ولا طارق جوز سالي رئيس قسم التحقيقات؟ ما تجيبش سيرتها على لسانك. الله 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 الله، ده القلب لسه بيدق بقى طروق. هي مهما كانت ام ابني وطلعها بره حساباتنا. هي ما وعدكش، لكن ابنك انا موافق اطلعه بره حساباتنا، بس تنفذ المطلوب منك. ايه المطلوب؟ اسمع واشوف هقدر انفذ ولا لا. اسمها ابقى عايز ولا مش عايز، لكن تقدر وما تقدرش دي بتاعتنا. احنا نخليك تقدر تعمل اي حاجه، لان احنا ببساطه مفيش حاجه ما نقدرش عليها. بص يا طارق، انت شخصيه طموحه وتستاهل تكون في وضع احسن من اللي انت فيه. ده المكان اللي تستحقه، ده المكان اللي هتحقق فيه طموحك وتوصل لاحلامك اللي تعبت عشان توصل لها، بس اللي في ايديهم القرار ما قدروش مجهودك. احنا بقى قدرنا مجهودك وعرفنا قيمتك، عشان كده انت كمان لازم تقدر اللي احنا بنعمله عشانك. المكان ده كله ليك وكل اللي شغالين فيه تحت امرك، بس انت هتبقى تحت امرنا. انتم مين؟ احنا اللي بنحط الناس الصح في المكان الصح. انتوا خربتوا بيتي وضيعتوا شغلي واجبرتونا اطلق مراتي وبعدتونا عن ابني. شغلك وبنعوضك باللي احسن منه، بيتك وهبنيهولك من اول وجديد، وابنك وهتاخده. قصدك ايه؟ هتشوف قصدي ايه عشان تعرف بس ان احنا بتوع افعال مش كلام وبس. اتفضلي يا عروسه، خشي برجلك اليمين. مي، ايه رايك بقى؟ مش قلت لك هنبني لك بيتك من الاول وجديد؟ وادي يا سيدي الشبكه عشان تعرف ان احنا كرمه معاك. يلا يلا لبس عروستك الدبل، خلينا نفرح بيك عقبال عيالكم ان شاء الله. والله لا فروق، في هديه حلوه في البيت مستنياك هتشكرني عليها. يعني ايه؟ هو كده خلاص؟ ما تستعجليش. انت مش شايف الارض شكلها ازاي؟ ازاي سايبها كده؟ دي مستشفى محترمه، ما ينفعش تكون بالمنظر ده. حاضر يا دكتور، هخليهم ينضفوها حالا. حالا يحصل ده حالا، ولو شفت المنظر ده تاني هيكون ليا معاكم تصرف تاني. تمام يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت كنت عايز اسال على موظف شغال هنا. دقيقة من فضلك. مين المسؤول عن ضبط الاستقبال ده؟ حاج فتح الله. شوف لي الزفت ده فين؟ حاضر. حاج فتح الله، حاج فتح الله، اتكلم. اتفضلي، كنت عايز تسأل عليا. موظف شغال هنا. شغال فين؟ هو ما بقالوش كتير شغال. ايوه، يعني شغال في قسم ايه؟ تقريبا الصيدليه بتاعت المستشفى. طيب ممكن بعد اذن حضرتك اعرف الاسم الاول عشان اعرف هو شغال فين؟ يا استاذة شوف شغلك. يا استاذة. حاضر. يا استاذة، ورايا شغل. قولي عايزة ايه؟ انا اسفه، انا شكلي جيت مكان غلط. ولا يهمك، اتفضلي.
تقري ده حقيقي؟ يبقى حقيقي. قتلوا ابني. وخبيتي ليه؟ ما تردي. خبيتي ليه؟ عشان ما كنتش اعرف. عرفت لما صحيت من الغيبوبة. ماما قالت لي. وما قالتليش انا ليه؟ خافت لا تقول انه. خافت لا اقول انه مش ابني. مش كده؟ وانت لما عرفت خبيتي ليه؟ خفت برضه؟ ما تردي. خبيتي ليه؟ انا هقول لك خبيتي ليه. عشان انت نفسك مش عارفه هو ابن مين. عارفه لو كنت عرفت منك انت؟ عارفه لو كنت اترميتي في حضنه وعيطت وقلت لي قتلوا ابننا طارق؟ عارفه لو كنت صرخت في وشي اول ما شفت الورقه وقلت لي قتلوا ابننا مش قتلوا ابني؟ كنت هصدقك. ولانك ما عملتيش كل ده فانا اتاكدت من اللي كنت شاكك فيه، وعمر ما هغفر لك وهاخد حق منك ورحمه الميتين اللي واخد حق منك. حقك عند اللي قتل ابنك يا طارق. اسم الله عليك يا ابني، اسم الله عليك. قوم تعال روح لماما. والله يا بنت ما لقيت شغلانه غيرها، والشغل عمره ما كان حرام ولا عيب. لا عيب. لما اكون انا دكتوره وابويا شغال فراش بيمسح البلاط يبقى عيب، وابو العيب كمان. ولو ما كنتش شايف انه عيب ما كنتش هتكذب وتقول انك شغال في صيدليه في المستشفى. انا كنت جايه لك عشان اعتذر لك واقول لك ان انا هسمع كلامك وسبت رامي. اجي اشوفك في المنظر ده؟ يا ريتني ما سبت رامي. رامي اهون ليا من العيشه القرف اللي انا عايشاها دي. هو انا ايه؟ هلاقيها منك ولا من عليا؟ خليتوني مش عارفه ارفع راسي. اخت مجرمه واب فراش. المجرمه اللي انت بتقولي عليها دي هي اللي خلت منك دكتور. الفراش اللي واقف قدامك دلوقتي بقى فراش عشانك، عشان ما تمديش ايدك لحد، عشان ما تتحوجيش لأي مخلوق. لو مش عاجبك حالك غيريه، بس ده اللي قدرنا عليه ربنا وده قدرنا. ايوه مش عاجبني حالي، وده من حقي. من حقي ابص لفوق
من حقي ارفض اعيش تحت الارض. بس خلي بالك يا بنتي، اللي بيبص لفوق بيتعب وممكن يقع في الاخر، واللي مش مبسوط بالقليل عمره ما هيبقى مبسوط وهو معاك كتير. الو عليا؟ لا لا ما تخافيش، مفيش حد سامعك. عاوز انا اجيلك فين؟ ولو مش عارف المكان اعرفه. قولي لي بس العنوان ايه؟ تمام، انا هوا واكون عندك مش هاخر، ما تخافيش. عندي كل حاجه عندي. تمام، سلام. انما ايه رايك في الهديه؟ تحفه مش كده؟ انا لو شفت خلقه امك هقتلك زي ما انت ما قتلت ابني. وتعالى قابلنا راجل لراجل. بدل ما تشكرنا اننا خلصناك من العار، ده ممكن يكون ابن حماده بيستلم ولا ايمن تاكسي. بتقول ايه؟ مالكش الا ابن وحيد مالك، وخلي بالك منه يا طارق. بابي بطل القطر بتاعي. هجيب لك اللي انت عايزه يا حبيبي. عايزك تجيب لي واحد غير كل لونه احمر وكبير قوي. بس انت توعدني ما تروحش مع اي حد غريب ايا ما كان، وهجيب لك يا حبيبي اللي انت عايزه عشان خاطري. حد شافك؟ البواب، بس ما تخافيش، انا ثبته وقلت له زي ما انت قلت لي بالظبط. طالع للباشمهندس وائل. كويس. بس ايه الشقه الحلوه دي يا دكتوره؟ شكل كده ربنا فتحها عليكي من واسع. بطل بالي وانجز بسرعه قبل والي ما يطب علينا. والي؟ مين والي ده؟ لا انا قتلت ابوه. قتلت ايه؟ قصدي اللي اتهموني بقتل ابوه. يلا يا اخي. وانت ايه بس اللي جابك الشقه دي يا دكتوره؟ اشرح لك بعدين. عايزاك تفتح باب الاوضه دي بس من غير ما تبان انها اتفتحت. انا هوريك الاسطى يحيى فنان في كل حاجه ازاي.
ده انا لما بفرتك المكنه محدش بيصدق يا دكتوره. عارفه والله عارفه. يلا انجز. في ثانيه الا ثانيه هكون فاتحه. اساعدك في حاجه؟ لا لا يا دكتوره ما تقلقيش. حاسب يبوس. اي خدمه يا دكتوره، انت بس تأمري. اي خدمه يا دكتوره. خير في حاجة؟ ايوه بليز ممكن تساعدني؟ العجله بتاعتي هتريح ومش عارفه راكب الاستبن لوحدي. طب في استبن في العربية؟ معايا في شنطه العربيه، اتفضل. طب لو سمحت افتحيها. اسفه هتعبك معايا. لا 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 مفيش حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جميل؟ يا كوكي، بابي ان شاء الله هيجي لنا على هنا ويجيب لنا كل اللي نفسنا فيه. مش هيلعب معايا زي زمان. يلا، فين بوسة مامي الكبيرة؟ يلا بوس تيتا بسرعة. بابي هيجيب لي قطر كبير لونه احمر. يلا يلا عشان ما نتأخرش على الباص. يلا شطورة. على مهلك على مهلك. دكتور، في واحدة اسمها عليا فتح الله. اتصلت؟ لا يا فندم، دي بره بتسأل على حضرتك. دخليها. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اهلا يا علي. اتفضلي اتفضلي استريحي. اتفضلي. ما تقلقيش يا علي، كل حاجة وليها حل. أنا مؤمن ببراءتك، عشان كده يا ريت تسمعي كلامي وتقتنعي إن مستحيل أعمل حاجة تضرك.
أنا شايف إن لازم تسلمي نفسك، ده هيكون أحسن لك. جلستك قربت وهيتحكم عليكي غيابي، والحكم الغيابي بيكون بأقصى العقوبة. ما بقاش فارق معايا الحكم مهما كان، خلاص. يا عليا إن شاء الله هنلاقي دليل يبرئك. في ثغرات كتيرة جدا في القضية دي، انت بس سلمي نفسك عشان نعرف نعمل كده. بس أنا لو سلمت نفسي ممكن سجني يطول، ممكن ما اطلعش منها أصلا. في حاجة مهمة لازم أعملها قبل ما أسلم نفسي. بنتي لازم أعرف مين اللي قتلها. ليه أنا أتحاكم على جريمة أنا ما عملتهاش؟ واللي قتلوا بنتي ما يتعاقبوش، مش معروفين حتى هم مين. القانون هو الوحيد اللي بيجيب حق كل الناس. بس أنا القانون ظلمني، القانون ظلمني، والناس كمان ظلمتني. ما بقتش عارفة مين اللي معايا ومين اللي ضدي. انت بالنسبة للقانون متهمة إلى أن تظهر براءتك، لكن بالنسبة لي أنا انت بريئة إلى أن يثبت دليل إدانتك. عشان كده خلينا ناخد الموضوع خطوة خطوة. سلمي نفسك عشان يبقى عندنا فرصة ندور على دليل براءتك. لا، أنا مش هسلم نفسي إلا لو كان معايا كل الدلائل اللي هتبرئني، وأنا الوحيدة اللي هقدر أعمل كده، وبمساعدة حضرتك ده لو قبلت طبعا. ولو ما قدرتش أثبت براءتي هسلم نفسي أوعدك، بس بعد ما أخد حق بنتي. أنا رأيي قلتهولك واللي أنا شايف إنه في صالحك، لكن ده ما يمنعش إني هساعدك في كل الأحوال. شوفي أنت عاوزاني أساعدك إزاي. السي دي ده ممكن يفك ألغاز كتير، اتفرج عليه.